وهو في ايه احلى من كوبايه سحلب سخنه كده بالمكسرات تدفينا في فصل الشتاء؟ تعالوا نشوف هنعمل مع بعض خليط السحلب ازاي. اول حاجه هنجيب كوبايه من دقيق الرز. بجيب الرز وبطحنه في المطحنه العاديه جدا الموجوده عندنا في البيت. هنستخدم كوبايه من دقيق الرز، عليها كوبايه من اللبن البودر، وهنضيف عليها كوبايه من السكر البودر، وبعد كده هنضيف كوبايه الا ربع من نشا الذرة العادي جدا اللي بنجيبه من اي عطار، وهنحط عليه باكت من الكريم شانتيه، وهنضيف 3 معالق كبار من السمسم، يكون سمسم متحمص وهنقيه كويس. وبعد كده هننزل على الخليط ده ب4 باكيتات من الفانيليا، ومعلقتين كبار من جوز الهند. دول اختياري، تقدروا تشيلوهم بس طبعا بيفرقوا جدا في الطعم. هنقفل البرطمان او العلبه بتاعتنا ونرج كويس جدا علشان كل المكونات تمتزج كويس مع بعض، وهيبقى عندنا احلى سحلب باودر هتعملوا بيه احلى كوبايه سحلب. هنيجي بقى نعمل كوبايه السحلب، هنستخدم معلقتين كبار من الخليط بتاعنا على كوبايه لبن، وهنزود معلقه من السكر، ولو حابين تقللوا السكر برضو براحتكم. وهنقلب. انا هنا كنت عامله كوبايتين عشان كده مستخدمه ضعف الكميه. عايزه اقول لكم يفضل نستخدم مضرب يدوي واحنا بنعمل السحلب علشان ما يكلكعش مننا، طبعا عشان الخليط بتاعنا فيه دقيق رز ونشا، فعلشان ما يكلكعش معاكم يفضل وانتوا بتعملوه تقلبوه كده بمضرب يدوي. هنجرنش الوش بتاعنا باي مكسرات عندنا، زبيب، فول سوداني، جوز هند، بندق، اللي موجود عندكم. بجد طعمه حلو جدا واحلى بكتير من الجاهز، جربوه هيعجبكم جدا.